حين تشكلت العراقية في 2010 بدت وكأنها لحظة وطنية عابرة للطوائف، قادها تحالف بين إياد علاوي وصالح المطلق وشخصيات متعددة الاتجاهات. لكن اليوم ومع اقتراب الانتخابات يظهر أن هذا التحالف التاريخي تفكك تماما. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أطلق تحالفا انتخابيا جديدا باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم يضم أحمد الأسدي، فالح الفياض، نصيف الخطابي، محمد صالح صاحب الدراجي، ومعهم إياد علاوي. والمفارقة أن الدكتور صالح المطلق أحد أعمدة العراقية الأصلية خارج هذا المشروع تماما، فهل استبعد أم اختار الانسحاب؟ وهل ما فعله علاوي قرار منفرد أم مؤشر على موت التفاهمات القديمة؟ وأهم من كل ذلك، أين موقع السنة في هذه الخارطة؟ وهل أن تحالفا يغلب عليه الطابع الشيعي يمكن أن يكون جسرا وطنيا، أم هو مجرد عنوان عابر لتفاهم انتخابي محدود؟